عادات بتخليك تبان ضعيف في الشغل وإزاي تتجنبها. 1. التوتر تحت الضغط. لو حد انتقدك أو علق عليك ما تتوترش. الصح خد نفس ورد بهدوء. الهدوء قوة. 2. تضحك على الهزار التقيل. مش كل هزار لازم تعديه. الصح قول بهدوء الهزار ده مش مريحني. 3. الاعتذار الكتير من غير سبب. قول آسف على كل حاجة يقلل قيمتك. الصح بدلها قول شكراً على صبرك. 4. تسأل على كل حاجة. مش لازم تقول ينفع أعمل كذا كل وقت. الصح قول هبدأ أعمل كذا، لو في تعديل قول لي. 5. تقليل قيمتك. مش لازم تقول ده عادي لما يشكروك. الصح قول شكراً تعبت فيه فعلاً. 6. ما تدافعش عن نفسك. السكوت مش دايماً حل. الصح اتكلم عن إنجازاتك بثقة من غير غرور. 7. لغة مترددة. يمكن مش متأكد بتبين ضعفك. الصح قول رأيك مباشر وواضح. 8. تجنب الخلاف بأي تمن. توافق بس عشان الدنيا تمشي يقلل قيمتك. الصح اختلاف باحترام. أنا شايف الموضوع من زاوية تانية. الخلاصة: الشغل مش ساحة معركة ولا مسرح تمثل فيه. القوة الحقيقية ثباتك، هدوءك، ثقتك بنفسك ووضوحك. ما تعتذرش عن وجودك أو رأيك أو حقك. الناس بتحترم اللي يعرف قيمته. ابدأ من دلوقتي. موقف واحد بس النهاردة تتصرف فيه بثقة وهتحس بالفرق.